ادي يا جماعه اهو الرز المعمر خلاص خرج من الفرن. انا طلعت لايف من شويه علشان خاطر وريتكم الطريقه. لقيت كذا حد في الكومنتات: ايه ده، هو الرز المعمر بيتحط له فلفل اسود؟ يا جماعه، الرز المعمر الفلاحي الصعيدي ايا كان، انا عن نفسي بحب احط له فلفل اسود، والاكل اذواق وعلى حسب ما انت تحبي. بصوا اصلا شكل الصينيه عامل ازاي، والله انا مستخسره اقطعه. هي دي الطريقه الصح على اصولها، هي دي الطريقه الصح. طيب في ناس تانية بتقول لي: ايه ده، بتحطي له ليه زبادي؟ علشان خاطر الزبادي بيخلي الرزايه مش معجنه، وبيدي طعم حلو قوي قوي للرز، وبيخليه كده يعني في حته تانية، بيخلي طعمه غني قوي. بصوا شكله، بصوا شكله اهو، هو ده بقى المعمر على اصوله. بصوا الجمال وبصوا اللون. اعمليه بس بالمقادير اللي انا طلعت لك بيها في اللايف من شويه على صفحه هيام محمود، وبصي هتدعي لي بجد في حته تانية. البطاطس بقى يا بنات على طريقه امي دي حاجه تانية، دي بقى عملتها لايف معاكم على صفحتي التانية، صفحه مع هيام محمود. نغرفها بقى جمال صينيه البطاطس الجوسي التحفه اللي ما بتحلاش غير في الصينيه الالومنيوم. طريقه ماما الله يرحمها، جربت طرق كتير جدا، بصراحه الطريقه دي احلى طريقه ممكن تجربيها. بصوا اصلا شكلها. الفراخ بقى اللي حولتها من مسلوقه لمشويه، الخلطه لو عايزينها قولوا لي، هكتبها لكم في الكومنتات. وبرده طلعت لايف وقلت عليها. بصوا